كيكو شواركم. مش عارفه انا زهقتكم بالقميص الاسود ده صح؟ بس والله شياكه. انا مش شاطره في الانجليش قوي، مش بعرف انطق الكلمات الانجليش قوي، بس انا هجيب لكم اسم المرض اللي انا هتكلم عنه. المرض دوت انا اكتشفته في ناس كتير قوي انا بتعامل معاه في حياتي اليوميه. الكلام بمعنيين، بيتقال لك الكلام وانت لما تيجي تفهم معنى وتحس ان المعنى ده متناقض معاك، هو يقول لك لا انا كان قصدي المعنى التاني، وهكذا. انا حصلت معايا واحده صاحبتي اسمها هبه، بنت حلال قوي. كنت انا تعبانه، ففي بينها وبين خطيبها مشاكل بسببي، فقال لها ايه، تروحي لها فين ومش تروحي لها فين، اعملي لها بلوك ومش عارف ايه، مفيش نزول من البيت وكده. قالت له لازم اروح. الله يرحمها جات لها جلطه وهي بتعمل عمليه. والله العظيم. فقلت لها الله يرحمني، انت عبيطه، انت بتقولي عليا؟ قالت لي لا، ربنا يرحمنا دنيا واخره، وربنا يرحمنا كلنا احياء واموات. انت اللي فهمتي كده بالنسبه لكلمه الجلطه بقى، وربنا افتكرها في العمليات دي ملناش دعوه بيها، عادي هنعديها هبه هبه. بس المعنى نفسه في كده. الموضوع ده اتكرر معايا مرة واثنين وثلاثة معاها ومع ناس غيرها، في تعاملات شغل، تعاملات مادية، تعاملات شخصية، لغاية ما أنا أعصابي تعبت. بقيت بتعصب بقى، اللي هو خلاص أنا فهمت كده، أعمل إيه؟ هو ده فهمي. اشرح بقى، ده مش عاجبيني فهمي، قولوا فهمكم واشرحوا ووضحوا. الموضوع ده كتر قوي وانتشر قوي، ودي حاجة يعني لقيت المواقف منها متشابهة كتير في حياتي الشخصية مع ناس كتير. أجي أحكي لمامتي موقف تقول لي حصل معايا من حد قال لي حاجة زي كده. متكررة إن الناس بتتكلم معنا كلام بمعنيين متكررة. الشباب اللي فاكرين إن دي نصاحة وكانوا يتعاملوا مع البنات اللي لسه أندر إيج، لسه طالعين من البيت مكملوش 18 سنة، انتوا عيال صغيرة. الناس اللي لسه طالعة من دي بيقولوا كلام بمعنيين وافتكرها فقاقة ونصاحة، ولو المعنى الأول ما صابش المعنى التاني ينجي. لا خالص، ده مرض نفسي ولازم تتعالج. 4.5% من الشباب مصابين بالمرض ده، و1.5% من النساء. عشان كده بقول الشباب هم اللي اتعالجوا. وألف سلام عليكي يا هبة. معرفش إن أنت تعبانة نفسيا يا حبيبتي، أسمع مش. أديكوا مثال، يعني هادي دور الضحية لأخويا وهدي لنفسي دور العصبية. أنا كده كده عصبية وأنا كده عصبية، بس هديكم يعني مثال عليا أنا وأخويا. هلا والله كيفكم؟ أنا عاجبني الميك اب ده أوي. أنا أول كل حاجة أخويا، أنا وهو لما بنيجي نتخانق، أنا الشخصية العصبية وهو الشخصية الباردة. والمشكلة في شخصية الباردة أو البرود ده مثلا شيء مش طبيعي، ده مش مشكلة. المشكلة في نهاية الخناق. هو هيطلع أسوأ ما فيا ويخليني ازعق واشتم واتنرفز، وهو قاعد شخصية باردة جدا، هادي، مستلذ جدا بالكلام، وانا عمالة اتعصب. ده بيحصل. طيب ايه اللي مش بيحصل واللي شفته مع ناس تانية؟ ان هما في نهاية الخناقة يطلعوا هما الضحية. ما انت اللي زعقت، انت اللي اتعصبت، بس مش هما اللي استفزوك، مش هما العالم الباردة الرخمة اللي طلعوا أسوأ ما فيك وما عرفوش يحافظوا على الحلو اللي فيك، مش هما اللي ودوك للمرحلة دي. ما انت ما كنتش كده في بداية الخناقة، ايه اللي وصلك للخناقة دي وايه اللي خلى الخناقة اللي بعديها أسوأ وأسوأ وأسوأ؟ بسبب الشخصية دي. دايما عايزة تعيش دور الضحية، ودي أصلا لوحدها بتخلي الشخصية العصبية دي أو الشخصية التانية في الخناقة خليها عايز تولع فيك. مش انت كده ضحية، أنا هولع فيك خلاص عشان تبقى ضحية بجد. ده برضه مرض نفسي، بس انا لسه مش لقيت له تصنيف او تشخيص صح 100%. انا عماله ادور عليه، بس انا تعبت من الناس دي. انا بتعامل معاها كتير قوي في حياتي يعني. ليه تستطلع بأسوأ ما هي وبرضه تعيش لي بدور الضحيه؟ اتنين في واحد، شامبو وبلسه. اديني اي وصف لاي حاله. انا سايبه الانستا، سايبه
السناب بتاعي ابعتولي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هفصل الامراض. كلنا مرضى نفسيين والله يا جماعه. انا نفسي اكتشفت لحد دلوقتي ان انا عندي 3 امراض نفسيه لسه مش حلتهم، ادعوا لي احلهم.